بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أقيمت أول خطبة جمعة في جامع الأزهر، لم يبق الجامع مكانا للصلاة فقط، فقد أراد الخليفة المعز لدين الله أن يجعل من الأزهر مركزا للحكم والعلم، فأسس فيه نظام الإمامة، وجعل منه مقرا لتعيين أهل العلم والفقه، فكان الأزهر هو الذي يختار القضاة والأئمة والخطباء، ويمنح الثقة لمن يفهم الدين ويتقن أحكامه، وبذلك امتد حكم الأزهر وتأثيره إلى كل شبر في مصر، فصار النظام التعليمي في البلاد يخرج من داخل جدرانه، وتدرس فيه العلوم الشرعية واللغة والفقه. وفي هذه الفترة تم وضع نظام دقيق للتعليم داخل الأزهر، وتحددت المناهج التي تدرس لطلاب العلم، وهكذا تحول جامع الأزهر من مسجد للصلاة إلى مركز حكم وتعليم وإفتاء، يدير شؤون الدين والدولة معا. وهذه هي بداية دور الأزهر في حكم مصر وتعليم أهلها، دور استمر قرونا بعد قرون. وانتظروا الفيديو الكامل على القناة.